مبروك شي حاجة صايم مسكين. واش الخوت لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد الخوت، غادي نديرو واحد الغطسه. اليوم البحر ما شاء الله الخوت، عرفت واحد الصفاوه كاينه. شوفوا معايا الخوت، شوف واحد الصفاوه اليوم ما شاء الله. الله تكون الصفاوه حتى لداخل، كنتمنى تكون الصفاوه حتى لداخل. غادي نشاركوا معكم اي حاجه الخوت طرات في الماء، هي كانت الحصيله هي ما كانتش، غادي نشاركوها معكم ان شاء الله. الماتريال ها هو ديالنا الخوت، واجد ماضي. ما علينا دابا غير نتوكلوا على الله الخوت وندخلوا. توكلنا على الله وبدينا الغطسه ديالنا، وغادي نشدوا الطريق ناحيه المصيد فين كاين الحوت. تقريبا ملي كنوصلوا للمصيد كنشارجيو الفيزي ونتوكلوا على الله باش نبداو الصياده. وكما كتلاحظون هنا العمق ماشي كبير، تقريبا غير 3 امتار. لاي واحد مبتدئ يقدر يجي يتعلم الغطس هنا، حيت هذه بلاصه زوينه ومناسبه للتعلم. ومنين وصلت لهنا هذه كانت اول هبطه، ودرت تقنيه الترصد، وبديت كنستعمل صوت الحنجره باش نجذب الحوت يقرب ليا. وكما كتشوفوا هنا غير الحوت صغير، اما الحوت الكبير ما كيدورش في هذا المصيد. ومنين شفت باللي الحوت الكبير ما كاينش قررت نبدل التقنيه ديال الترصد. بديت كنستعمل تقنيه اخرى، كنقلبوا في الغيران بالبيل وكنقلبوا على الحوت اللي كيتخبى تحت الصخر.
هنا شدت انتباهي نجمة البحر، لقيتها داخل الجحر وكان الشكل ديالها زوين بزاف. نجمة البحر الخوت ردوها لبلاصتها. هاد نجمة البحر عندها دور كبير في تنقية مياه البحر، حيث كتصفي الماء وتتغذى على الكائنات الصغيرة. السيبيا دابا نضربها الخوت على الله تكون مرزق ان شاء الله. هنا جيت نصيد هاد السيبيا، ولكن لسوء الحظ كان الفيزي مسدود وهربت مني السمكة وما كانتش مرزق. توقع عليها الخوت، كنت مسوقر الفيسي بلي هوت باش نضربها، يلاه نضرب لقيت الفيزي مسوقر هي ظهر، ما كتبتش الخوت. لقيت هاد السمكة الميتة، شديتها وقطعتها الأجزاء باش الحوت ياكلها ويستافد منها وما تضيعش هكاك. كنت غادي وفجأة لفت انتباهي ديال سمكة الصنور خارج من طرف الصخرة. بصراحة إلا ما كانش هاد الديل باين ما كنتش غادي نكتشف البلاصة ديالها. طلعت خديت نفس عميق وهدأت راسي باش نركز مزيان ونحاول نصيد السمكة. كما كتشوفوا كيبان غير الرأس ديال السمكة، وهاد الوضعية مزيانة باش نصاوب غير على الرأس ديالها، ولكن ما فهمتش كيفاش السهم ديال الفيزي ما اخترقهاش. عاود طلعت نجمع الانفاس ديالي، ومن بعد رجعت نهود مرة اخرى نركز مزيان ونحاول نصيد السمكة. هنا هبطت ولقيت السمكة مازال دايرة نفس الوضعية. هاد المرة ركزت مزيان وصاوبت عليها وضربتها، والحمد لله كانت مرزق ديالي. ولكن اللي كنت خايف منه هو اللي وقع، حيث وحلت ليا الفليشة ديال الفيزي وما بغاتش تخرج. حاولت نقلب هاد الحجرة باش نسهل عليا الوضعية ونخرج السهم. ومن بعد معاناة والحمد لله خرجت الفليشة وخرجت حتى السمكة معها. اللهم بارك الخوت، حق تعذبني مزيان. ومن بعد كنهيو امر السمكة بطريقة سريعة باش نخففوا عليها وما نخليوهاش تزيد تعذب اكثر. ومنين كنقتلوا السمكة كنحطوها في حامل الاسماك باش يسهل علينا الغطس والحركة تحت الماء.
في هاد الهبطة دازو حدايا مجموعة ديال الأسماك حلامة، حاولت نصوب عليهم ولكن كانوا بعاد وما كانوش من نصيب، وفي الأخير هربوا مني. وهنا هبطت غير بشوية ونيشت مزيان على هاد السمكة، والحمد لله كانت ضربة موفقة وكانت مرزق. ومن بعد ما ضربنا السمكة حاولنا ننهيو حياتها بسرعة باش ما تزيدش تعذب اكثر. هنا وتحت هاد الصخرة لقيت عدد كبير ديال محار البحر. هاد محار البحر كيبني به الاخطبوط العش ديالو، وهاد العش كان كبير بزاف، وبان ليا باللي كانت كاينه شي اخطبوطه كبيره في هاد البلاصه، ولكن كانت خارجه كتقلب على رزقها، ولسوء الحظ ما لقيناهاش. كما كتشوفوا معايا هنا لقيت خيار البحر. خيار البحر مفيد جدا لطبيعة البحر، حيث أنه كيصفي رمال البحر. هذا الخوت خيار البحر ممنوع الصيد ديالو، كيعاقب عليه القانون لو شدو بنادم، راه كيعتق الطبيعة بزاف. الخوت راه الدور ديالو كيصفي الرملة، كيدخل الرملة وكيصفيها وكيخرج الرملة نقية. الخوت كما كتلاحظوا هنا هكذا كيصفي خيار البحر الرملة ديالو. وفي هاد الهبطة قررت نضرب سمكة تانية بحال السمكة الأولى، غير هي من الحجم صغير، باش الخوت نكمل المقلة وما نخرجوش بلاش. خوت واحد كائن غريب اللي كيعرفوا الخوت يخلينا السميه ديالهم في الكومونتيرات. الله يجعل البركه، غادي نخرجوا بحالنا. الحاصله قليله اليوم الخوت، الحوت ما داير، عرفتي الطريق الخوت. شوف في كاينه ديك الديره هما خرج لا صادف شي حوته في الطريق الخوت، نقدر نصورها لكم. دابا الكاميرا الخوت ديشارجات ليا، غنخرجوا
يلا الخوت ونصوركم الحافلة. يلا الخوت دابا عاد خرجنا من الماء الحمد لله. خرجنا سالمين الخوت، بقينا سالمين خرجنا سالمين الحمد لله. الحصيله كانت شويه ضعيفه الخوت حيت الحوت باقي ما تحركش مزيان. الحصيله نوريوها لكم دابا الخوت، ها هي. هاد الصنوره الخوت وهاد الحوتات هادو كل واحد وشنو كيسميهم. حنا في المنطقه ديالنا الخوت حنا كنقولوا لها البيديون، هذه سمكه البيديون الخوت. طفات ليا الكاميرا وما صورتكمش هادو اللي ضربتهم، هادو كاع ما صورتكم، صورت غير هادو. المهم الخوت دابا نوزنوا هاد الصنور نشوفوا شحال فيه ونقيوه ونشوفوا شنو في كرشو شنو واكل. غنوزنوا الصنور دابا الخوت، ميزان ها هو، شوفوا شحال فيه. الميزان ديالو 970 غرام على الكيلو الخوت. الخوت دابا نشوفوا شنو واكل. واكل والو الخوت، المعده ديالو خاويه. المعده ديالو خاويه. شوف والله ما واكل شي حاجه، شوف كان صايم مسكين ما واكل والو. الكبده ديالو هادي الخوت، هادي بنينه الكبده، اللي كيعرف. واش ما